صباح الورد، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في خير وسعادة. الفيديو النهاردة لكل الناس اللي طلبت مني كيكة البرتقال الصيامي، اللي هي من غير حليب، من غير بيض، من غير زبدة، من غير سمنة. انا تقريبا بعملها معاكم في كل صيام، وكل صيام تطلب مني. انا هعملها معاكم النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهتطلع معاكم ناجحة. ان شاء الله هشة جدا وقطنية ولونها اصفر كده من جوه، بجد تحفة. تابعوا بس الفيديو للآخر وشوفوا الخطوات اللي أنا همشي عليها، وكل الأسرار هقولها في الفيديو ده اللي هتنجح معاكم الكيك الصيامي. الناس اللي هي بتشتكي ان هو بيطلع معجن ومش مستوي من جوه، النهاردة هعملها معاكم ناجحة 100%. بس تابعوا الفيديو للآخر وشوفوا الخطوات وطبقوها بالظبط، وهتطلع معاكم الكيكة ناجحة ان شاء الله. يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف الطريقة والمقادير مع بعض. اول حاجة هنا هجيب بولة فاضية، وهضيف كده فيها كوبايتين من عصير تانك بنكهة البرتقال من غير سكر، كوبايتين بمج الشاي العادي. والكوباية اللي هعاير بيها مقدار هعاير بيها بقية المقادير. ينفع نستبدل عصير تانك ببرتقال طبيعي، عصير برتقال طبيعي، او عصير يوسفي او فانتا، المتوفر عندكم. هضيف كمان كوباية من السكر الحبيبات الأبيض، تكون الحبيبات بتاعته صغيرة، ولازم السكر يكون أبيض علشان ما يغمقش لون الكيك من جوه. بعد كده هضيف معلقة كبيرة من الخل الأبيض، ودي بتخلي الكيك هش جدا وقطني من جوه ولونه أبيض. بعد كده هضيف رشة من الفانيليا، تقدروا تستغنوا عنها لأن نكهة البرتقال قوية جدا، تقدروا تستبدلوها بفانيليا برتقال المتوفر عندكم. بعد كده هقلب واخلط كل الحاجات دي مع بعض كويس قوي لغاية ما السكر يدوب تماما. تقدروا تعملوا المرحلة دي في الخلاط لو متوفر عندكم، بس انا حبيت ايه، اضربها بالمضرب اليدوي كده، مش محتاجين خلاط ولا اي حاجة. بعد ما السكر داب تماما هضيف نص كوباية من الزيت النباتي. الزيت يكون نوعيته حلوة، يعني يكون زيت ذرة او زيت عباد الشمس، المهم يكون لونه فاتح وملهوش اي ريحة علشان الكيكة بتاعتنا تطلع حلوة وريحتها حلوة. برضو ببتدي اخلط كويس اوي كده مع بعض. وبعدين هنا بضيف باكو من الكيك شيف، حوالي كده معلقة كبيرة ونص من البيكنج باودر. لو عندك البيكنج باودر العادي ضيفي معلقة كبيرة ونص، او يا اما تضيفي باكو من الكيك شيف ده. هو نوعيته حلوة، بيكون فيه محسن حلو قوي للكيك، بيخليها كده ايه هشة وقطنية، والتفاعل بتاعه بيكون حلو. هقلب كويس قوي، شايفين الفوران بتاعه؟ يعني كده البيكنج باودر شغال وحلو قوي. كمان انا بحب اضيفه مع المكونات السائلة علشان يتوزع كويس في الكيك. بعد كده هنا معايا 3 كوبايات من الدقيق الابيض منخول كويس، بضيفه بالتدريج. بضيف حبة كده من الدقيق وابتدي اخلط في اتجاه واحد، انا مش عايزة الهواء اللي في العجين يخرج، الهواء ده هو اللي هيخلي الكيك مرتفع وهش من جوه. شايفين انا بخلط ازاي؟ في اتجاه واحد، وبضيف الدقيق بالتدريج. المقادير مظبوطة جدا، ولا تزودوا ولا تنقصوا في اي حاجة. شايفين العجينة تحفة. بعد كده خطوة اختيارية، ضفت معلقة صغيرة من بودرة التانك بنكهة البرتقال، بتعزز اللون وبتدي طعم حلو قوي. شايفين اللون عامل ازاي؟ خلاص كده خليط الكيك بقى جاهز. معايا هنا صينية مقاس 24، ده القالب بتاع الكيك. تقدروا تستخدموا اي صينية تانية، اي صينية مدورة مربعة المتوفر عندكم. دهنتها كده بالزيت او تنوها بالسمنة النباتي كويس. ممكن كمان لو الصينية بتلزق عندكم تبطنوها بالدقيق، بس انا عندي القالب حلو مش بيلزق، يدوبك بس دهنته بالزيت. وبعدين هضيف الخليط. شايفين الخليط؟ تعرفوا ان هو ناجح ازاي لما يكون كده نازل كده شريط واحد مش متقطع، يبقى كده العجينة بتاعة الكيك مظبوطة معانا. هضيف الخليط. بعد كده بخبطها علشان اي فقاعات هوا زيادة تطلع منها. وبعدين انا من اول ما ابتديت اشتغل في الكيك وانا شغلت الفرن، شغلتها على كام؟ على درجة حرارة 180. هحط القالب او الصينية بتاعة الكيك في الرف الوسطاني، وهتقعد من 45 ل50 دقيقة. ما تفتحوش عليها خالص قبل 30 دقيقة، بصوا عليها كده وسيبوها تكمل تسوية.
ما نقعدش نفتح عليها كل شوية علشان ما تهبطش. الفرن برضه لازم نكون مسخنينها من قبلها، يعني من أول ما هتكونوا تشتغلوا في الكيك شغلوا الفرن واظبطوها وسيبوها تسخن. طيب بعد ما الكيك ما بيستوي في الفرن بروح طافية خلاص الفرن. ولو حبيت يعني الوش بتاع الكيك ما اخدش لون، ممكن نشغل الشواية اخر دقيقتين. بعد كده بطفي الفرن والشواية وبسيب صينية الكيك كده لمدة دقيقة جوه الفرن طبعا والنار مطفية، ونفتح باب الفرن كده، يعني ما نطلعهاش كده من الفرن من درجة حرارة عالية لدرجة حرارة الجو هتهبط. سيبوها تهدى شوية وبعدين طلعوها. بعد ما بنطلعها نسيبها تهدى خالص في الصينية، وبعدين بنحطها على شبكة تهوية تتهوى خالص وتبرد، وبعدين بنقدمها. شايفين ده شكلها بجد تحفة، شكلها قمر. بصوا الارتفاع بتاعها حلو قوي. طبعا انا خلطت الخليط كويس، ما عدتش اضرب فيه يمين وشمال، لا في اتجاه واحد. ما عدتش افتح عليها الفرن كتير برضو. سبتها تستوي براحتها. شايفين حلوة جدا. الكيكة دي بتعتمد على دخول الهواء فيها وعلى البيكنج باودر. شايفين شكلها حلو ازاي؟ شكلها تحفة رغم ان هي برضو لسه سخنة، انا بكون مستعجلة بس عشان التصوير. شايفين عاملة ازاي من جوه، ولا معجنة ولا اي حاجة. تحفة جدا. انا بقالي سنين بعملها بالطريقة دي وبتطلع ناجحة 1,000,000%. شايفين شكلها عامل ازاي؟ رهيبة رهيبة بجد، حلوة قوي. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ حاجة كده قمر، حاجة كده اقتصادية ولذيذة وهتعجب الأولاد قوي. ونكهة البرتقال حلوة جدا، وزي ما قلتلكوا تقدروا تستبدلوا عصير التانك بعصير فروتي، بعصير طبيعي، بفانتا، المتوفر عندكم. شايفين جمالها عاملة ازاي؟ شايفين ولا معجنة ولا أي حاجة. اللون كمان تحفة، لونها أصفر كده وحلو. نقطع حتة كمان ونشوفها من جوه. شايفين عاملة ازاي؟ بجد رهيبة. لو عايزين اي وصفة تانية اكتبولي في الكومنتات وانا هعملها معاكم ان شاء الله. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.